السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأباني. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل سمك. جبت سمك ونضفته وتبلته كويس وفتحته كده الحروف. انا كنت حطاه في التلاجة منضفاه وحطيته في التلاجة، فهنفطر بيه النهارده. جبت نشا ودقيق تبلي. النشا بينشف السمك، بيخليه ناشف معاكي وما بيلزش وما يشربش زيت. وبعد كده تنضفيه من الدقيق. حطيت الطاسه لما قدحت تنزلي بيها بالسمك. لازم يكون الزيت معاكي قادر. حطيت الحله وحطيت فيها زيت وجبت بصلتين حلوين كده خرطتهم ناعم او تضربيهم في الطبق عشان نعمل مع بعض رز الصياديه. اول ما البصله تحمر معاكي كده تجيب اللون ده، انزلي معاكي بطماطمتين مخرطاهم كرات صغيره. وتسيبيهم يتسبكوا 10 دقايق. بعد ما اتسبكت معاكي هنزل عليها بميه مغليه. حاولي يكون معيار الميه زي معيار الرز. وبعد كده هنزل بالبهارات. احط بابريكا، كمون، ملح، احط كركم، احط ورق هيل، واحط ربع معلقه من القرفه. بعد كده تاخد تقليبه وهنزل بالرز على طول. بعد كده تقلبيه. احتجتي ميه بقى تزوديه، وانت بتحطي الميه تغلي مع التسبيكه. حاولي ان هي تبقى قليله، وما تحتاجي تحطي افضل. انا كده هحتاج شويه ميه دوبك اغطي الرز. هسيبه لغايه بقى ما يتشرب كده. بعد ما الرز بدأ يتشرب بجيب عودين من النعناع الاخضر واحطهم على الوش. بيخلي لك الرز، بيوديك في حته ثانيه خالص، ريحته بتبقى جميله. جربيها بالطريقه دي. كده بعد ما السمك اتحمر معانا وجاب اللون الجميل ده، صفيه كويس من الزيت. كده هكملهم وارجع لكم تاني. كده حلقتنا النهارده هي خلصت. عملت الرز اهو، شوفوا شكله وجماله. وعملنا السمك، وعملت سلطه طحينه وسلطه خضراء، وعملنا العصاير. عملنا عصير مانجا وعصير برتقال. لو الحلقه بتاعت النهارده عجبتكم ادعمونا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.